صباح الخير أو مساء الخير. النهاردة هنعمل بقى المكرونة بشاميل بطريقة تحفة. أظن بقى دي أحلى صورة بدأت بيها الفيديو. صوص حبيب قلبي كان واقف مستني المكرونة تخرج من الفرن. بصوا بقى هقولكوا سريعا كده، أنا بحاول أختصر الفيديوهات بتاعتي عشان مطولش عليكوا. كان معايا بصلاية كده قطعتها، خرطتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. لو أصغر ياريت ياريت. طبعا أنا مبحبش أحمرها، لما بتدبل معايا البصلاية بنزل باللحمة بتاعتي واشوحها شوية، وبعد كده انزل بيها بطماطميتين معايا وفلفل اسود وملح، ولو عندك جوز الطيب، وبقلبها بقى واسيبها تتعصج. وبعد كده يكون معايا مية مغلية انزل فيها الملح و... وشوية زيت، وطبعا احط فيها المكرونة الاقلام. انا كنت جايبة مكرونة اقلام سايبة، بس يعني احسن انت تجيبي حوا او الملكة، احسن بكتير. وعايزة اقول لكم على حاجة، البصل انا عاملاه حط عليه سمنة وزيت الاتنين مع بعض. تمام. وهنا بقى حطيت سمنة وحطيت معلقتين دقيق. انا بحب اعمل بشاميل الصراحة في البيت، ما بحبش اشتري من برا. بعمله في البيت بيطلع تحفة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم دي نفس الحلة اللي انا عملت فيها المكرونة، سلقت فيها المكرونة، ما بوسخش مواعين كتير. هنا بقى نزلت باللبن بتاعه وقعدت ان انا اضرب فيه بالشكل ده عشان الدقيق معايا ما يكتلش. تمام يا جماعة، عشان الدقيق ما يكتلش معايا. وبعد كده هنا معايا كريمة لباني كانت عندي، ضفتها عليها. على فكرة مش لازم تحطي كريمة لباني، بس دي عشان كانت متوفرة عندي في البيت. تمام، فكانت موجودة عندي ومكنتش هستخدمها في حاجة، فقلت احطها في البشاميل، فخليته طعمه خطير خطير خطير. والله العظيم كان جميل جدا. عايزة اقولكوا اصلا انا بصور بايد، فاعذروني لو الكاميرا مش ظابطة معاكم، فاعذروني لان بصور بايد وبشتغل بالايد التانية. هنا بقى بقولكم ان انا هحط عليها رشة ملح واحط رشة فلفل اسود، وهبتدي برضو ان انا اضرب فيها لحد ما تديني القوام البشاميل التقيل ده اهو. بس بوريكم هو ده القوام التقيل اللي انا عايزاه. هبتدي بقى ان انا اجيب الطاجن بتاعي. حطيت طبقة بشاميل كده في القعر، وحطيت طبقة مكرونة، وهنزل باللحمة بتاعتي، وبعد كده هنزل بطبقة تاني من المكرونة، بعد كده هنزل بطبقة البشاميل، وهجيب بضاية واضربها، احط فيها فلفل اسود وشوية ملح واضربها جامد كده، وابتدي ان انا اوزعها كويس على الوش بتاع البشاميل بتاعي. لو عندك جبنة رومي مبشورة متوفرة تمام، معندكيش البيضة برضو الفلفل الاسود بتاع الزفارة. كده بوريكم لما دخلت الفرن. بس بوريكم، بصوا، تحسوا ان هي تتنفس كده من جوه الفرن، تحفة تحفة تحفة. طبعا موطية عليها الفرن، مش معلية عليها خالص خالص، احسن حد يفكرني ان انا معلية عليها. بصي المكرونة تحس انها بتتنفس والله. اهي طلعت بقى بعد ما خدت وش. انا بقى عندي جبنة موتزاريلا، حبيت ان أنا احط عليها جبنة موتزاريلا بقى، فحطيت الجبنة بالشكل دوت، وقفلت الفرن ودخلتها الفرن وهو سخن لحد ما الجبنة بتاعتي ساحت بالمنظر ده. عايزة اقولكم ان طعمها طلع خطير خطير، بس اوحش حاجة فيها ان انا كنت جايبة مكرونة سايبة،